وش رايكم بسلطان؟ سلطان ذا عسل، دمه خفيف وقلبه طيب ورجال. وش تحب تقول لسلطان قبل رمضان؟ اللهم ادخل عليه هذا الشهر وهو في أتم الصحة والعافية، واجعله من الصائمين التائبين. حمام ورا الشجرة دي واجي. حمام ايه؟ ما تمسك نفسك شوية، هي حبكت دلوقتي؟ امسك نفسي ازاي يعني؟ وبعدين خايف من ايه؟ ما شقلب واقف معاك اهو. شقلب؟ ما المصيبة شقلب، انا خايف منه هو. انت مش شايف بيبصلي ازاي؟ يا عم روح بس متأخرش علينا، عشان لو هربت قول على الثعلب يا رحمن يا رحيم. ايه يا عم انت بتبصلي كده ليه؟ ايه يا عم هو انا كلمتك؟ كل ده بتعمل حمام؟ ده انا عملت حنان على نفسي من كتر الرعب. محدش يطلع صوت. شايفين الشجرة العالية دي؟ الغراب اللي جاسوس نايم فوق اهو. وبعدين بقى دي عالية قوي، هنجيبه ازاي ده؟ احنا لا بنطير ولا فينا صحة ننط. انا ممكن اهز الشجر لحد ما يقع واكله، اقصد ناخده الغضنفر. لا هز ولا طيران، الغراب طماع وبيحب الجيفة. انا هخلي الغراب ينزل برجلي حد عندنا. ونجيب له جثة ميتة منين دلوقتي؟ انت اللي هتعمل الجثة، هترمي نفسك على الارض وتكتم نفسك وتعمل ميل. نعم يا عمر، اعمل ميت؟ ما تعمل انت يا اخويا، انا لسه صغير. وبعدين الضبع المجنون اللي معانا ده ممكن يندمج ويكون بجد. اسمع كلام الحمار يا ثعلب، نام احسن ما نايمك للابد. حاضر يا عم، وانا قلت حاجة؟ ربنا ياخدك. ثعلب ميت يا فرج الله، هو الاسد عملها وبعت لي الدريبل ولا ايه؟ استنى كده انا مش مطمن. اي يا ابن الموزية. هايل، برافو يا استاذ اوسكار في التمثيل. الغراب مش بس طار، ده غالبا راح يحكي لكل طيور الصحراء عن الثعلب الغبي اللي فايق عشان حصوة لمسته. يا دماغي، انت بتقول ايه يا عم انت؟ دي ما كانتش حصوة، دي كانت طوبة. لا دي كانت صخرة. الغراب ده مجرم، كان قاصد يفتح دماغي. منظرك كان تحفة، كنت نايم وتطلع لسانك زي الميت بالظبط. أول ما الطوبة لمستك قمت قايم زي الأرنب المذعور. اسكت انت كمان، احنا في مصيبة. وانت يا فالح ضيعت علينا فرصة ما تتعوضش. دي غلطتك انت على فكرة، انت ما قلتليش ان الغراب هيحدفني بطوبة يفتح دماغي. يلا حصل خير، انا عندي خطة تانية اعرف اجيبه بيها. يلا ورايا. الخطة اللي فاتت باظت عشان بعض الناس خافوا، والناس التانية عمالين يضحكوا على الفاضي والمليان. بس المرة دي مش عايزين هزار. انا ما خفتش، الغراب هو اللي كان عايز يفتح دماغي. المهم قول لنا يا فالح، ايه هي الخطة العبقرية الجديدة؟ الغراب ده طماع، ونقطة ضعفه الكبيرة هي بيض الطيور. بيض؟ انا بحب البيض. هنعمله اومليت ولا مسلوق؟ مش ليك يا مفجوع، البيض ده للغراب. بس علشان الغراب ده ينزل ياكل وهو مطمن، العش لازم يكون في مكان امان، على شجرة مثلا. طب ما الغابة مليانة شجر، ايه الجديد يعني؟ هنجيبه ازاي من فوق الشجرة؟ الجديد ان الشجرة دي هتكون بتتحرك. شقلب انت النهارده مش ضبع، انت شجرة صغيرة. شجرة؟ يعني ايه؟ فهمتك يا حنحم. هنلبس شالب في راس شجرة ونحط العش فوق راسه، واول ما الغراب ينزل طاخ شالب يروح ماسك. بالظبط كده، بس اهم حاجة يا شالب ما تتنفش وتفضل ثابت زي الصنم مهما حصل. انا جاهز، يلا بينا. انا مش شايف حاجة، وفي نملة بتمشي على مناخيري، عايز اهرش. اثبت يا شقلب، دي اهم مهمة في حياتك. لو اتحركت الغراب مش هينزل. تعالى لي يا فالح. يا هلا يا هلا، نورتوا بيت العيد يا جماعة. شايفين يا ولاد عم انا جبت ايه للاسد غضنفر؟ غراب طازة.